موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. الأسايش تصدر بيانا بانتهاء التحقيق مع المتهمين في حريق مبنى إذاعة أرتا FM في مدينة عمودة، حيث أضاف البيان أن الملف النهائي للتحقيقات قدم إلى الجهات القضائية المختصة. جرح 3 أشخاص بينهم طفلان في مدينة الأبيض جريسبي في محافظة الرقة جراء انفجار عبوة ناسفة. مقتل جنديين أتراك في مدينة نصيبين من قبل وحدات حماية المدنيين. النظام السوري يستعيد السيطرة على دير العصافير ويتقدم في غوطة دمشق. اختفاء طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة. منظمة العفو الدولية 96% من الألمان يرحبون باللاجئين. السعودية ترفض قرار الفيفا بمواجهة العراق على أرض محايدة. وفي سياق منفصل، نجم المنتخب الألماني الكردي الأصل مسعود أوزيل يزور اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن.